السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل طريقة تسييح السمنة مع بعض. أنا عملت معاكم الزبدة وهسيب لكم الرابط بتاعها في الفيديو اللي عايز يعرف طريقة عمل الزبدة. هنا هنجيب حلة على النار ونحط عليها الزبدة. هنخلي النار واطية يعني هادية كده، منخليهاش عالية. هنا لسه حطيناها بدأ الزبدة فكت معانا، ونقلب فيها كل شويه، نقلب فيها ما نسيبهاش، يعني ما نسيبهاش ونخش في اي حته تانية، لازم نبقى واقفين في المطبخ وكل شويه نقلب فيها. هنا هي ساحت معانا اهيت. انا هوريكم مراحل التسويه بتاعتها عشان اللي مش عارف يسيحها، عشان تطلع معاكي فاتحه ومظبوطه. هنا هنحط معلقه ملح، منكترش الملح عشان تبقى المرته بتاعتها تبقى عدبه، متبقاش حادقه. اللي بيحبها حادقه يكتر الملح. هنا بوريكم ان المرته بتاعها لسه فاتحه، ما ينفعش نطفي عليها دلوقتي. لو طفينا عليها دلوقتي لما نسيبها هتلاقيها عفنت يعني لما نسيبها تخزن هتلاقيها عفنت ومش هتبقى حلوه معانا. نقلبها ونسيبها. هنا برضو لسه فاتحه شويه، هي ممكن ان في المرحله دي اللي عايز يطفي، بس انا بسيبها لازم المرته تستوي. هنا هي كانت بدأت خلاص تخش في التسويه، هنا كده خلاص اللي عايز ياخدها على كده ياخدها، يعني يصفيها على كده يصفيها، بس انا بسيبها شويه كمان، سبتها كمان شويه. هنا المرته لونها اتغير اهيت وبدأت تخش في اللون اللي انا عاوزاه، ولما اسيبها في درجه حراره الحله هتاخد اللون اللي انا عايزاه. هنا هنصفيها، صفينا نصفيها كويس. والمرته اللي طالعه منها دي هي طالعه مخرطه طبعا عشان هي طالعه من القشطه، نضربها بالهاند بلندر او في الخلاط تطلع ناعمه زي اللي بنشتريها بالظبط. بقت عندي البرطمان اهي، وانا عامله لكم طريقه الزبده. اللي مش عارف طريقه الزبده ينزل يشوفها في الرابط. يا ريت لو وصلتوا معانا لهنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. هنا بوريكم السمنه مرمله ازاي، وريحه وطعم، وحاجه مضمونه ومعموله في البيت ولا مغشوشه، واوفر من بره بكتير طبعا لان السمنه دلوقتي غلت جدا. ياريت اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا.